القصة بتبدأ بطفلين بيلعبوا مع بعض وبيرسموا. البنت بترسم صورة لأمير وأميرة وبتوريها لصاحبها تومي، وهي فرحانة وبتقوله إنها عاوزة تعيش زيهم، لكنه بيضحك عليها وبيقول إنها غبية وإن الواحد ما بيبقاش أمير أو أميرة غير لو اتولد كده. بعد كده المشهد بيتنقل لسنين بعدين، بنشوف وهي كبيرة وصحيت في أتوبيس، بتلاحظ إن في واحدة حامل قريبة منها وبتعرض عليها مكانها. الست بترفض، بس بطلتنا عارفة إنها مش مرتاحة فبتنزل من الأتوبيس علشان تسيب لها المكان. وهي بره بتكتشف إن الأتوبيس اللي جاي بعد 20 دقيقة، فبتبدأ تجري. بتوصل على الوقت لشغلها الجزئي في كافيه، وهناك زميلتها ميشا بتديها شوية بسكوتات وبتشكرها إنها غطت شفتها. بعد كده المدير بيجي وبيديهم مرتباتهم وجداولهم للأسبوع الجاي. للأسف بيقول لميشا إنها لازم تمشي علشان هم محتاجين واحدة منهم بس، وده بيقلقها جدا لأنها أم عازبة وبتعاني ماديا. بتحس بقلقها وبتاخد خطوة جريئة إنها تسيب الشغل علشان ميشا تفضل فيه. في المشهد اللي بعده بنشوف تومي وهو كبير وبقى مهندس معماري ناجح، بيقابل عميل مهم اسمه مستر ناتاني وبيبهره بتصميماته. بعد كده تومي بيديله هدية علشان عيد ميلاده قرب، بس مستر ناتاني بيصر إنها مش كفاية وبيطلب منه يحضر الحفلة هو ومراته. ده بيقلق بطلنا، لكنه بيطمنه إنه هيكون موجود. في المساء بتقابل حبيبها اللي بيفاجئها بخبر إنه مسافر أستراليا علشان الشغل، ورغم إنها متضايقة بتقبل قراره، والاتنين بياخدوا قرار إنهاء علاقتهم. وهي في طريقها للبيت بتبدأ تفكر في حبيبها وبتنهار من العياط. فجأة ومن غير ما تاخد بالها بتتزحلق وبتقع في الشارع، وفجأة تومي بيظهر وبيساعدها، والاتنين بيتفاجئوا انهم قابلوا بعض بعد 10 سنين. بعد كده بياخدها لبيته وهي بتغير هدومها وبتحطها في المجفف، ولما بتلاحظ خاتم في ايده بتفتكر انه متجوز وبتسأله لو كان عادي تكون عنده، لكنه بيشرح لها انه مش متجوز وان الخاتم ده مجرد حاجة ليها علاقة بالشغل. بعديها بيقعدوا وبيفتكروا حياتهم، بتبقى فخورة بيه وبإنجازاته. لما بيسألها عن حياتها بتزعل وبتقوله إنها سابت شغلها النهاردة وإن حبيبها سابها. بعد ما بيسمع كده تومي بيعرض عليها إنها تكون مراته المزيفة لمدة 6 شهور مقابل إنه يوفر ليها مكان تعيش فيه ويدعمها ماديا. بيشرح ليها إن واحد من عملائه مستر نتاني عنده عقلية قديمة وبيحب يشتغل مع المتجوزين بس، لازم تلعب الدور لحد ما بنته تستلم الشركة بعد 6 شهور. رغم إن العرض مغري جدا بتخاف وبترفضه على طول. تاني يوم الصبح بترجع لشقتها وبتسمع خبر حلو من زميلتها في السكن إنها هتتجوز. بتبقى فرحانة لصاحبتها، لكن ده برضو يعني إنها لازم تدور على مكان جديد تعيش فيه، وعلشان ملهاش حل تاني بتتصل بتومي وبتوافق على عرضه. بيتكلم بورود معاها وبيعزمها لبيته، بس أول ما بيقفل التليفون بيبدأ يضحك بفرحة وحماس. بعديها بيطلع صورتها وهي صغيرة وبيوعد إنه هيخليها أميرة. بعد كده المشهد بيرجع 20 سنة لورا، بنشوف وهي صغيرة وبتشتري لنفسها بالونة. بعد شوية بتشوف طفلة صغيرة بتعيط، وبما إنها طيبة بتديلها البالونة وبتقول لها إنها عندها واحدة في البيت. تومي بيلاحظ ده وبيقول لها إنها دايما بتكذب وبتفكر في الناس التانية أكتر من نفسها. بعد كده بيحط بالونة قدام بيتها، بس هي بتديها للبواب القريب وبتقوله إنها أكيد بتاعة طفل تاني. وبنعرف إن تومي كان دايما معجب بيها، لكن هي كانت بتحب واحد تاني اسمه كانتو. التلاتة كانوا قريبين جدا، وتومي عمره ما اتجرأ يقول لها مشاعره. لما وصلوا للثانوية كانتو سافر سنغافورة مع عيلته، وده زعل جدا، لكنها ما كانتش تقدر تعمل حاجة علشان توقفه. وقبل ما يمشي كنتو بعت رسالة لتومي وطلب منه إنه يهتم بيه ويخليها أميرة. بعد الثانوية تومي دخل مجال العمارة وقطع الاتصال بأصحابه، اشتغل بجد علشان يحقق أحلامه، وفي الآخر أسس شركته الخاصة. لما بقى غني وناجح أخيرا قرر يعترف بمشاعره، فاشترى خاتمين وراح عند بيتها علشان يطلبها للجواز، لكنه اتصدم لما شافها بتبوس راجل تاني. في الليلة دي راح على بار مع صحابه وشرب كتير، وبعدين شال الخاتم من ايده واعتذر لكنتو لانه ما قدرش يهتم بيه. تاني يوم الصبح شريكه في العمل شاندو رجعله الخاتم اللي سابه في البار. بطلنا انكر انه يخصه، لكن شاندو اصر انه يديهوله. بعد كده قدم عرض لمستر نتاني وبنته ريني، انبهروا بتصميماته، لكن مستر نتاني قال له ان العزاب ناس مش ناضجة ومش ينفع يشتغل معاهم. ريمي قامت وحاولت تقنع ابوها انه يبطل التفكير بالطريقة دي، لكن لما ما سمعش كلامها تومي طلع الخاتم
وادعى إنه متجوز، وده صدم كل الحاضرين. بعد الاجتماع شاندو وريمي بيقربوا منه وبيقولوا له إنه ما كانش لازم يكذب بالشكل ده، لكن تومي بيصر إنها الحقيقة وإنه بس عاوز يحافظ على خصوصيته. في الوقت الحالي يي بتوصل لبيته بكل حاجاتها. بعد كده بيطبخ ليهم وجبة، وده بيحرجها لأنها مش شاطرة في المطبخ، لكنه بيقول لها إنها مش شغالة عنده في البيت فمفيش داعي إنها تقلق. بعد ما بيخلصوا الأكل يي بتجيب نوتة وقلم، وتومي بيشرح ليها دورها كزوجته المزيفة. بيقول لها إن الموضوع هيستمر بس ل6 شهور لحد ما ريمي تستلم شركة والدها. كمان بيعرفها على صديقه المفضل وشريكه في العمل شاندو، واللي شغال معاه من بداية مشواره المهني. بعديها بيديلها معلومات عن مستر نتاني وريمي، لأن العميل ده هو الأهم بالنسبة لي، وفقدان الصفقة ممكن يكون كارثي لشركته. بعد كده بيديها خاتم وبيعلمها ازاي تتكلم وتتصرف، وبيقول لها ان عيد ميلاد مستر نتاني قرب وانها هتلعب دور مراته المزيفة في الحفلة دي. بعد ما سمعت كل ده يي بتتوتر وبتبدأ فورا تتدرب ازاي هتتصرف كزوجة. في المشهد اللي بعده بيجي يوم حفلة مستر نتاني، وتومي بيشتري لها فستان جميل. مع بعض بيروحوا الحفلة وبيقابلوا الراجل العجوز، واللي بيبقى مبسوط انه اخيرا قابل مراته. بينبهر بيه وبيهزر مع تومي علشان مخبي مراته الجميلة دي. لما بيتنحوا علشان يتكلموا في الشغل شاندو بيظهر وبيحضن يي بحماس، وبيقول انه مبسوط انه قابلها اخيرا وبيتصور معاها سيلفي. لكن ريمي بتشك ان في حاجة غلط ومش مصدقة ان تومي ممكن يتجوز واحدة عادية زي دي. بعديها بتحاول تخوف يي وبتقول لها انها مش زي البنات التانية اللي تومي كان بيخرج معاهم في الماضي. لكن قبل ما تقول اكتر شاندو بيشدها بعيد. بعد الحفلة يي وتومي بيروحوا لسطح مبنى، وهناك بيفرجها على أول مبنى صممه. بيقول لها إنه بقى مهندس معماري بسببها وإنها مصدر إلهامه. في الوقت ده شاندو بيشرب مع ريمي واللي لسه شاكة في زواج تومي، فبتطلب منه يتحقق من الموضوع وهو بيوافق. تاني يوم بيزور تومي في مكتبه وبيقوله إنه عاوز يحتفل بجوازه، ولما بطلنا بيحاول يتجاهله شاندو بيسأله لو كان زواجه مزيف. بيقوله إنه عاوز يزور بيته لأنه مراحش هناك بقاله سنة، وعلشان مفيش حل تاني تومي بيوافق وبيعزمه على الغدا في بيته. في البيت تومي بيكلم يي وبيقول لها إن شاندو شاكك فيهم وإنه عزمه على الغدا في الويكند، وهي بتسأله ليه ما قالش الحقيقة لصاحبه المفضل، لكنه بيقول لها إنه مش عاوز يوقعه في مشكلة لو الموضوع اتكشف. بعديها بيكشف ليها إن شاندو هو شريان الحياة لشركته، وكل العملاء المهمين بما فيهم ريمي عارفهم من خلاله. في الوقت ده شاندو بيقول لريمي إنه رايح بيت تومي علشان العشاء، وهي بتقول إنها عاوزة تروح معاه لكنه بيرفض. ريمي اللي لسه شاكة في تومي بتقول إنه لو كان بيكذب هتقطع علاقتها بيه وبشركته، لكنه بينصحها إنها ما تاخدش قرار متسرع بالشكل ده، وبيقول لها إن الموضوع مش كبير قوي. تاني يوم تومي ويي بيقرروا يرتبوا البيت ويخلوا شكله كأنها عايشة فيه بقالها سنة. بيروحوا يتسوقوا وبيشتروا حاجات للبيت، وبعد كده بيغيروا شكل البيت بالكامل، وتومي حتى بيعمل صورة لشهر العسل بتاعتهم باستخدام الفوتوشوب. في المشهد اللي بعده شيندو بيشتري وردة علشان يزور صاحبه، وهو في الطريق بيبدأ يفكر في أول مرة قابل فيها تومي وإزاي وقع في حبه على طول. وعلى الرغم من إنه عارف إن مفيش مستقبل رومانسي ما بينهم فضل دايما جنبه وسنده. وبعديها بيفتكر إزاي كان محطم لما عارف إن تومي اتجوز. وبعد كده شندو بيروح لبيت تومي وبيفكر إنه مش مهم لو كان الزواج ده حقيقي ولا لأ، لأن عمره ما هيكون معاه، ودي الحقيقة المرة. لما بيدق جرس الباب يي بتفتح وبتدعيه علشان يدخل. شندو بيلاحظ إن البيت اتغير كتير من آخر مرة زاره. بيبص على صورة شهر العسل المزيفة لكنه ما بيلاحظش حاجة غريبة. بعديها بيقعدوا ياكلوا وشندو متحمس إنه يجرب أكل يي، لكن بما إنها ما بتعرفش تطبخ بطلنا هو اللي حضر كل الأكل. أول ما شندو بياكل لقمة بيكتشف إن صاحبه هو اللي طبخ. بيسأل يي عن الطبق اللي عملته، فبتجيب له وصفة الفجل اللي هي الحاجة الوحيدة اللي بتعرف تعملها، والمفاجأة إنه بيحبها وبيقول إنها فكرته ببيته. بعديها بيسألها عن عائلتها، فبتقوله إن أمها توفت لما كان عندها 5 سنين. ولما بيسمع ده بيحس بالأسف وبيقول لها إنه فاهم قد إيه حياتها كانت صعبة. ولما بيتعمقوا أكتر في الكلام شندو بيتوقع إنهم بما إنهم أصدقاء من الطفولة يبقى أكيد كل واحد فيهم كان أول حب للتاني. تومي بيرد عليه وبيقوله إن أول حب ليه هو يي، لكن أول حب ليها كان واحد اسمه كنتو وكان صاحبهم. يي بتحاول تقول حاجة، لكن في اللحظة دي بطلنا بيجيله مكالمة من الشغل
ولازم يمشي. بعد كده شاندو ويي بيقضوا وقتهم لوحدهم وبيتكلموا عن حياتهم. خلال الكلام بتطمنه يي وبتقوله إنه لو حس بالوحدة في أي وقت يقدر يتكلم معاها وده بيساعده. لما تومي بيرجع التلاتة بيكملوا الأكل وبيستمتعوا بوقتهم مع بعض. شندو بيبقى مبسوط بحسن ضيافتهم وبيبارك ليهم على زواجهم. بعد كده بيبعت صورة شهر العسل لريمي وبيقول لها إن جوازهم حقيقي. في اللحظة دي بيجيلها جون واللي كان مدير تومي السابق وبيبدأوا يتكلموا عن البطل. بتوريه صورة شهر العسل وأول ما بيشوفها بيكتشف إنها فوتوشوب. بيكشف إن المبنى اللي وراهم اتبنى من شهور قليلة لكن الصورة المفروض إنها اتاخدت من سنة. بعد كده بيقول لريمي إن ده كله بسبب معتقدات أبوها الغريبة. ريمي بتحاول تدافع عن نفسها وبتقول إن تومي كان المفروض يقول لها الحقيقة، لكن جون بيعتقد إن يمكن هو ما كانش عاوز يخليها شريكة في كذبته. في اليوم اللي بعده جون بيفاجئ تومي في مكتبه وبيبدأ يهزر معاه، كمان بيصر على إنه يقابل مراته وتومي ملوش حل تاني غير إنه يوافق. بعد كده بيروحوا بيته وجون بيقابل يي بيحاول يكتشف لو كان الجواز ده حقيقي ولا لأ، فبيبعت تومي يجيب حلوى وبيستغل الفرصة وبيبدأ يضغط على يي علشان تقول الحقيقة. بيمسك صورة شهر العسل وبيقول إنها مزيفة، لكن يي بتهدي نفسها وبتشرح ليه إنها بالخطأ مسحت صور شهر العسل اللي كانوا في دبي، ولما شندو ضربتهم عدلوا الصورة دي علشان ما يشكش. في اللحظة دي تومي بيرجع وجون بيقوله إن مراته ذكية جدا وإنها عدت الامتحان. وبعد ما بيمشي بطلنا بيدرك إنه كان جاي يكتشف الحقيقة لكنه مش فاهم ليه. في اليوم اللي بعده تاكومي بياخد يي تزور منتجع جديد هو اللي صممه، كان باين عليها متوترة فبيشجعها إنها تكون واثقة في نفسها. بعد شوية ريمي كمان بتوصل وبتبدأ فورا تهين يي، لكن بطلتنا ما بتتأثرش وبتقول لها إن واحدة من الحلق بتاعها ناقصة. ريمي بتتوتر وبتبدأ تدور وبتسيبهم وبتمشي. بعد شوية ستات بييجوا ليي وبيعزموها على مشروب، وهم بيتكلموا بيقولوا لها إنها محظوظة إنها اتجوزت تومي علشان هو شخص غني ووسيم. البطل بيسمع الكلام ده فبيقرب منها وبيضمها ليه وبيقول إنه بيحبها وبيعتبر نفسه محظوظ إنه اتجوزها. لما ريمي بتسمع الكلام ده بتتضايق وبتسيب المكان، لكنها بتلاقي الحلقة بتاعتها بره الباب. في الليلة دي يي وتومي بيناموا جنب بعض وهو بيفتح الستارة علشان يوريها النجوم. بعدين بيعترف ليها إنه لما قال إنها كانت أول حب ليه كان قصده فعلا. يي بتبدأ تحمر خجل، لكن اللحظة بتقطع لما تومي بيجيله رسالة من ريمي وبتقول إن الدش في حمامها مش شغال. بطلنا بيروح يساعدها لكنه بيكتشف إنها بتكذب. بتعرض عليه مشروب وبتقوله إنها عارفة إن يي مش مراته. بعد كده بتحاول إنها تغويه وبتقوله إنها ممكن تتظاهر إنها مراته، لكنه بيرفض وبيقوم. ريمي بتسأله بغضب ليه ما يتجوزهاش هي وهي جميلة وغنية وهتبقى مناسبة لشغلهم، لكنه ما بيردش عليها وبيمشي. تاني يوم الصبح يي بتصحى وبتلاقي تومي نايم على الكنبة. بتفتكر الكلام اللي قاله لها امبارح وبتتوتر، وبعدين بتمشي بره وبتلاحظ إن ريمي ماشية. بتعرض عليها تساعدها في شنطها، لكن ريمي بتتعصب وبتقول لها تسيبها بحالها. ومع ذلك بطلتنا الطيبة بتاخد شوية من حاجاتها وبتمشي جنبها. بعد شوية الاتنين بيتعبوا وبيقعدوا. فجأة ريمي بتسألها ليه دايما بتكذب وبتقول إنها بتحب تساعد الناس وتحاول تبان ملاك، لكن يي بتقول لها إنها بس بتحب تساعد الناس ومش بتدور على مقابل. بعد كده ريمي بتبدأ تعيط وبتعترف إنها عندها مشاعر تجاه تومي وإنه صعب عليها تشوفه مع حد تاني. يي بتديها منديل علشان تمسح دموعها وبتقول لها إنها فاهمة وضعها. بعدين بتنصحها إنها تقبل الواقع وإن الحياة هتكافئها في يوم من الأيام. لما ريمي بتسمع الكلام ده أخيرا بتدرك أخطائها وبتعتذر. بعد كده لما الاتنين بيرجعوا للمنتجع مع بعض تومي بيتفاجئ إنهم بقوا صحاب، وريمي بتعتذر له عن اللي حصل في الليل وبتحاول تمشي، لكن تومي بيوقفها بيقول لها إنها مهمة جدا بالنسبة ليه ومش عاوز يخسرها كصديقة، وبيعترف إنه ممكن يكون كذب في حاجات معينة بس كان بيعمل كده علشان يحميها. لما ريمي بتسمع الكلام ده بتقوله إنها فهمت وبتبتسم. اليوم اللي بعده تومي بيكون في المكتب مع شاندو والاتنين مبسوطين إن الستات بقوا صحاب. فجأة موظف بيجي لتومي وبيطلب إذنه إنه يستخدم صورة ليه هو ويي في إعلان. بطلنا بيوافق وبيبعت الصورة ليي كمان وبيقول لها إنها هتنزل في إعلان وبيطمنها إن وشها مش باين قوي فمحدش هيعرفها. بعد شوية زميلة يي القديمة في السكن بتيجي تزورها وبتديها دعوة فرح، وده بيخلي يي مبسوطة وصاحبتها بتشكرها على الحب والدعم اللي قدمته ليها لما كانوا عايشين مع بعض. خلال كلامهم صاحبتها بتسأل يي عن جوازها ويي بتعترف إنها بتحس بمشاعر غريبة لما بتكون
بتكون جنب تومي وقلبها بيدق أسرع. صاحبتها بتضحك وبتقول لها إنها وقعت في الحب. في الليل بعد ما تومي بياخد دش بيلاحظ إن الحمام نضيف جدا، ولما بيفهم إن هي اللي نظفته بيخرج وبيقول لها إنها مش محتاجة تعمل شغل البيت، وبيقول لها إنه هيجيب شغالة. وهو لسه بيتكلم ما بتكونش مركزة علشان متلخبطة بسبب إنه مش لابس قميص، فبتطلب منه إنه يلبس الأول. بعد شوية لما تومي بيرجع لابس بيلاحظ كارت الفرح على الترابيزة. بتخاف وبتعتذر بسرعة إنها جابت صاحبتها من غير ما تستأذنه، لكنه بيقول لها ما تقلقش وبيطمنها إنها تقدر تعزم أي حد في أي وقت. بعد كده بيقول لها إنها لازم تشتغل بكرة علشان عندهم غدا مع مستر نتاني. اليوم اللي بعده بيروحوا المطعم علشان يتغدوا مع مستر نتاني، والراجل بيكون معجب بطبيعة الطيبة والبريئة، وبيقول لتومي إنه راجل محظوظ جدا. خلال كلامهم مستر نتاني بيفتكر إزاي مراته كانت دايما جنبه وبتدعمه في الأوقات الصعبة. وهم بيتكلموا بيجيله مكالمة وبيخرج شوية. في الوقت ده تومي بيتكلموا مع بعض، بتقول إن مستر نتاني شخص لطيف، وهي فاهمة إنه بيحب يشتغل مع الناس المتجوزة علشان هو بيقدر العيلة وعاوز نفس الحاجة للتانيين. بعد شوية وهم بره بيتكلموا بيظهر صديق طفولة تومي واللي اسمه كنتو. مستر نتاني بيعرفه وبيمدحه على شغله الاجتماعي ومساعدته للناس المحتاجة، لكن تومي بيبقى متضايق من وجوده علشان عارف إن كان عندها مشاعر ناحيته زمان. في اللحظة دي كمان بتيجي وكنتو بيتفاجئ لما يعرف إنها متجوزة تومي، لكنه بيبارك لهم وبيحضنهم. في المشهد اللي بعد كده الأصحاب التلاتة بيقعدوا مع بعض وبيفتكروا أيام زمان. بعديها بتتكلم مع تومي على انفراد وبتقترح إنهم يقولوا الحقيقة لكنتو، لكنه بيرفض ومش عاوز حد يعرف إن جوازهم مزيف. في المساء وقبل ما يمشي كنتو بيشكر تومي على اهتمامه بيه وإنه بيخليها زي الأميرة. تاني يوم الصبح وهم بيفطروا بتفضل تتكلم عن كنتو وتمدحه، وده بيخلي بطلنا يغير جدا، فبيقرر إنه مش هيسمح لكنتو يدخل بينهم. لما بيروح المكتب الموظفين بيورونا الصورة اللي فيها هو اتنشرت على السوشيال ميديا وحصلت على إعجابات كتيرة. في نفس الوقت في البيت بتشوف البوست وبتبدأ تحمر خجل. بعد شوية ريمي بتتصل بتومي وبتسأله ليه ما عرفهاش على صديقه كنتو. بطلنا بيعتذر وبيوعدها إنه هيعمل كده قريب. بعد كده بيقرر يعمل حفلة في البيت علشان يجمع الكل مع بعض، لكن في يوم الحفلة بيبقى مضغوط في الشغل ومش بيقدر يروح البيت. في الوقت ده وريمي وشيندو وكنتو بيستمتعوا بالحفلة وبيكون عندهم وقت جميل. لما تومي بيرجع البيت الضيوف بيكونوا مشيوا خلاص. بيسألها عن اللي حصل في الليل وبتحكي له كل حاجة، وكمان بتوريه اسورة كانتو واللي جابها لها هدية، لكن ده بيضايق تومي أكتر وبيخليه يدخل الأوضة على طول. في اليوم اللي بعده وهو في المكتب بيبقى متضايق وهو بيفكر في اللي حصل، وبيبعت ليها رسالة إنه محتاج يتكلم معاها في حاجة مهمة لما يرجع البيت. في الوقت ده بتقابل واحدة اسمها ساتشي واللي كانت حبيبة تومي في المدرسة. لما ساتشي بتلاحظ الخاتم في ايد بتبدأ تعيط وبتقول إن الإشاعات كانت حقيقية. بتعتذر وبتحاول تمشي، لكن بتدعيها للبيت وبتواسيها وبيبدأوا يتكلموا مع بعض. وخلال كلامهم ساتشي بتعترف إنها لما عرضت الجواز على تومي هو وافق من الشفقة، وكانت عارفة إنه عمره ما حبها بجد. رغم كده كانت متمسكة بالأمل إنه ممكن في يوم من الأيام يدرك حبها ويرجع ليها، لكن ده ما حصلش. بعد كده بتتكلم عن قد إيه كانت مجروحة لما عرفت عن جوازه. بعد ما بتقول كده بتقرر تمشي، لكن بتوقفها وبتسألها لو في حاجة تقدر تعملها علشان تساعدها. ساشي بترد عليها وبتقول إنها هتبقى مبسوطة لو سابت تومي. بعد وقت تومي بيستلم رسالة من بتقوله فيها إنها تعبانة ومش هتقدر تتكلم في الليل، وهو قلقان بيرجع البيت بسرعة ومعاه شوية أدوية، لكنه بيلاحظ وجود كوبايتين على رخام المطبخ. تاني يوم الصبح بيسأل عاملة إيه وهي بترد إنها كويسة. بعديها بيسألها لو كان في حد موجود امبارح، لكنها بتكذب وبتقول إنها كانت وحدها مع زميلتها القديمة. تومي بيشوف تعابير وشها وبيعرف فورا إنها بتكذب. بعدين بتسأله كان عاوز يتكلم عن إيه امبارح، لكنه بيتهرب وبيقول إن مفيش حاجة. في الظهر تومي بيقابل كنتو على الغدا وبيسأله لو كان زار البيت اليوم اللي فات، ولما كنتو بينفي تومي بيقلق وبيتساءل هي مخبية إيه. في البيت بتبص على صورة ليها مع تومي وبتقرر تمسحها من موبايلها. بعدين بتفتكر قد إيه ساشي كانت مجروحة وبتبدأ تقلق عليها. بعد شوية بتستلم مكالمة من شيندو وبيقول لها إن تومي باين عليه إنه متضايق جدا
بطلتنا بتوعد إنها تعرف اللي حصل وبتقفل. بعد لحظات بتستلم مكالمة تانية من ريمي واللي كمان قلقانة عليه. في المساء لما تومي بيرجع البيت يي بتقول إن عقدهم قرب ينتهي وبتشكره على دعمه ليها لما ما كانش عندها مكان تروح له. ده بيخليه يتأثر وبيقرر يعترف بمشاعره. بيحضنها من ورا وبيقول لها إن علاقتهم مش لازم تنتهي بانتهاء العقد. بيقول لها إن مقابلته ليها اليوم ده ما كانش صدفة وإنه كان بيدور عليها بقاله سنين. في الآخر بيقول لها إنه بيحبها وعاوز يتجوزها بجد. بعد كده بيحاول يبوسها لكنها بترفض وبتبعد عنه. في اليوم اللي بعده تومي بيعرف من أصحابه إن ساشي كانت بتسأل عن عنوانه، فبيتصل بيها وبيسألها لو كانت راحت بيته. بتعترف إنها كانت هناك وبتقول إن يي قالت لها الحقيقة عن جوازهم المزيف. تومي بيقول لها إن ده ملوش تأثير علشان مشاعره ناحيتها حقيقية، لكن ساتشي بتقول إن يي قالت لها إنها ما بتحبوش وإنها بتعمل ده بس علشان العقد. لما بيسمع ده بطلنا بيتألم وبيقفل المكالمة. بعد كده بنشوف يي وصاحبتها في محل بيدوروا على فستان فرح، ولما بيخرجوا تومي بيجي يقابلها والاتنين بيروحوا يتمشوا. بيقول لها إنه من يوم ما اتقابلوا شاركوا لحظات جميلة كتير وهو ممتن ليها على ده. بيقول إنه بيكون فرحان وهي معاه وبيشكرها على مساعدته، لكنه كمان بيقول إنه فاهم إن الأمير بتاعها هو كنتو مش هو، وبيخلع الخاتم من إيدها وبيقول لها إنها حرة تكون مع اللي هي عايزاه. لما بتسمع بده يي بتبدأ تعيط، لكنه بيواسيها وبيقول لها إنها مش مضطرة تضحي في حياتها علشان حد تاني بعد دلوقتي. بعد كده توم بيعترف لشندو وريمي عن حقيقة جوازه وبيعتذر ليهم عن الكذب. هم بيغفروا له لكنهم كمان بيدركوا إن مشاعره ناحيته حقيقية. الأصحاب بينصحوه إنه ما يسيبهاش، لكن تومي بيقول إنه فات الأوان. بعدين بيروح لمستر نتاني وبيقول له الحقيقة برضه. الراجل الكبير بيكون محبط لكنه بيفهم إن ده كله بسبب طلباته الغير معقولة ومش بيلوم تومي، وبيقول له إنه هيفكر إزاي يتعامل مع شركته في المستقبل. بعد كام يوم يي بتكون بتجهز نفسها علشان تمشي، ولما ريمي وشندو بييجوا البيت بيعتقدوا إن الموضوع كبير علشان تومي ما راحش الشغل من كام يوم. بيدوروا في أوضته مع بعض علشان يلاقوا أي دليل عن مكانه، وأثناء بحثهم البطلة بتكتشف صندوق فيه رسوماتها وهي طفلة وخواتمهم. ده بيخليها تدرك قد إيه هو بيحبها وبتبدأ تعيط. بعد كده يي بتعترف لأصحابها إنها بتحب تومي لكنها بتعمل ده بس علشان ما تجرحش ساتشي. ورد على ده ريمي بتقول لها إنه ما ينفعش تعيش حياتها وهي بس بتفكر في الناس التانية. بتقول لها قد إيه تومي بيحبها وبتطلب منها تفكر في سعادتها وسعادة تومي كمان. بعد ما بتسمع الكلام ده يي بتطلع تدور على تومي، وفي النهاية بتلاقيه عند القطر. بيطلب منها ما تتابعوش علشان ده هيزود الألم، بس بيعتذر كمان علشان ما قدرش يخليها أميرة، لكنها بتقوله إنها مش محتاجة أي حاجة تانية وكل اللي هي عايزاه هو إنها تكون معاه وتتجوزه. في اللحظة دي القطر بيمر بينهم، ولما بيعدي يي بتكتشف إنه مشي. في الليلة اللي بعدها كنتو بيقابل تومي وبيسأله كان فين. بطلنا بيقوله إنه كان قاعد في فندق ومش عاوز يرجع البيت. بعد كده كنتو بيسأل تومي ليه ما حاولش يتبع يي فوراً بعد ما راح سنغافورة. تومي بيقول إنه مش عاوز يجي وهو مش معاه فلوس، فاشتغل بجد وحقق نجاح قبل ما يعرض عليها الجواز. كنتو بيضحك وبيقول إن الأمير دايما كان تومي. بعد كده بيكشف إنه عرض عليها الجواز وهي قبلت. الخبر ده بيصدم بطلنا، لكنه مع ذلك بيهنئ صديقه قبل ما يمشي. بعد كام يوم تومي بيرجع أخيرا للبيت وشندو بيجي ويسأله ليه كان بيتجنب الحديث معاه. تومي بيعترف إنه مش عاوز يورطه في كذبه ويعرضه للخطر لو مستر نتاني قرر يقطعهم، لكن شندو بيتضايق وبيقول إنه مش من حقه يقرر هو عاوز يكون مع مين. بعد كده بيكشف إن اليوم هو يوم جواز يي وكنتو. بعد كده بيقوله إنه لازم يواجه مشاعره بدل ما يهرب منها. بعديها تومي بيتواصل مع ساتشي وبيدعيها للقاء. بيعتذر ليها على إنه كان بيخرج معاها وأذى مشاعرها رغم إنه كان بيحب يي. بيطلب منها تسامحه وده بيخليها تتأثر جدا. بتعترف إنها كدبت عليه بخصوص يي وإن الحقيقة إنها كانت دايما بتحبه، لكن عمرها ما اتجرأت تعترف. في النهاية ساشي بتنصحه إنه يلاحق يي ويكسب قلبها قبل ما يكون فات الأوان. وبعد ما يسمع النصيحة دي تومي بيشكرها وبيتعجل للوصول لمكان الزفاف واللي كانوا فيه كنتو ويي على وشك إنهم يتبادلوا العهود. لما بيظهر بيقول ليي إنه كان بيحبها من لما كانوا أطفال، وبيقول لها إنها دايما كانت أميرة من يوم ولادتها وإن مفيش حد يقدر يخليها كده. بعد كده
بيطلب من كنتو إنه يعتني بيها وبيكون هيسيب المكان، لكن يي بتوقفه وبتكشف ليه إن كل ده كان تمثيل. تومي بيتفاجئ، لكن كنتو بيلم شياكته وبيديها له. بعد كده الثنائي الجميل بيحضنوا بعض وبيتجوزوا بسعادة، وفي كده القصة بتنتهي. أتمنى تكون عجبتكم، وأتمنى تضغطوا لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. بحبكوا قوي، باي باي.